بيبدأ فيلمنا مع أوين واللي بيشتغل مدير لبنك صغير في مدينته، وبنشوفه هو وباركر خطيبته وهما بيظبطوا آخر تجهيزات لفرحهم اللي باقي عليه أسبوع. بيتفاجئ أوين لما بيعرف من باركر إن أهلها أخيرا هيقدروا يحضروا الفرح، وبيفرح جدا لأن هما في الأول كانوا مبلغينهم إن هما صعب يقدروا ييجوا. وتاني يوم بعد ما بيرجع أوين من شغله وهو مشغول في المطبخ ما بياخدش باله إن في اتنين واقفين وراه. بتقرب منه ليلي واللي هي أم باركر، لكنه بيتخض وبيفتكرها حرامية وهي كرد فعل بتقلبه على الأرض. وبيعرف منهم إن هما ليلي وبيلي أهل باركر. أوين بيبقى متفاجئ جدا وبيسألهم ازاي هما قدروا يدخلوا البيت، لكن بيلي بيقوله ان الباب ما كانش مقفول بالمفتاح. وفي الوقت ده بتوصل باركر واللي بتكون متفاجئة جدا بوجود أهلها، وده لأنهم جم بدري يومين عن ميعادهم. وتاني يوم الصبح بيبلغ أوين أهل باركر بأن هي اضطرت تخرج بدري علشان شغلها وأنه مظبط لهم خروجة حلوة جدا، لكن بيلي بيقوله يسيب له هو الطلعة دي. وبيروحوا بالليل مكان يشربوا فيه، وأوين بيفضل يشرب كتير جدا لدرجة أنه بيتسطل. وبتوصل واحدة للمكان اسمها ريهان، وبيلي أول ما بيشوفها بيقوم وبيروح لها على طول. وبنعرف إنها زعيمة عصابة، وبيبان إن هي وبيلي يعرفوا بعض من زمان. وبتستغرب ريهان من وجود أوين مع بيلي وليلي، لكن بيلي ما بيرضاش يقول لها ان ده يبقى خطيب بنتهم، وبيقول لها انه صديق للعيله. وفي الوقت ده بيكون أوين سكران جدا وبيعمل حركات طفوليه، فبتحاول ليلي انها تفضل تتكلم معاه علشان ما يتفتحوش قدام الناس. وتاني يوم بيكون أوين مع زمايله في البنك بيحكي لهم عن السهرة اللي سهرها مع أهل خطيبته، وإنهم ناس لذاذ جدا. بس في الوقت ده بيدخل اتنين مسلحين للبنك عشان يسرقوه. بيلحق أوين يستخبى تحت المكتب ويدوس على زرار الاستغاثة، لكن المجرم بيرفع السلاح في وش أوين وبيجبره انه يفتح الخزنة. بيستغرب أوين جدا ان المجرم عارف اسمه، لا وكمان عارف كل التدبيرات الأمنية لفتح الخزنة، زي الباسورد وبصمة الصباع، حتى الشفرة الصوتية اللي هو عاملها بأغنية بصوته عارفها. بيرفع في وشه ورقة وبيطلب منه يقراها بصوته علشان الخزنة تفتح. وأوين بيفضل يسأل المجرم وهو مصدوم هو ازاي عرف الشفرة دي أصلا، لكن المجرم بيحط السلاح على رقبة أوين وبيجبره انه يقرا الشفرة بصوته. وفعلا بيتفتح القفل الإلكتروني للخزنة، وبيفتح المجرم باب الخزنة وبيدي شنطة لأوين يطلب منه يحط فيها كل الفلوس اللي في الخزنة. بيستغرب أوين وبيتصدم لما بيشم ريحة برفان المجرم، واللي نفسها هي ريحة بيلي أبو باركر خطيبته واللي شمها امبارح لما كانوا سهرانين مع بعض. وبيشك ان الاتنين المجرمين دول يكونوا أبوها وأمها. وبتوصل الشرطة البنك وبتحقق مع كل الموجودين وبتاخد أقوالهم، لكن أوين بيكون قاعد لوحده مهموم وزعلان من اللي حصل. وبيفتكر امبارح لما كان سكران وقاعد بيتباهى قدام ليلي مامة باركر، وبيقول لها ان هو اللي عامل كل التدابير الأمنية الخاصة بالخزنة، وهو بيقول لها على الباسورد وبصمة الصوت كمان. وفي الوقت ده بتيجي باركر للبنك ومعاها أبوها وأمها، وبيبان عليها انها قلقانة جدا على أوين. وبيظهر محقق الشرطة روجر وهو بيحقق مع أوين في السرقة اللي حصلت، وبيسأله عن مواصفات المجرمين اللي سرقوا البنك، لكن بيقولوا انه ما شافهمش وده لانهم كانوا لابسين أقنعة على وشهم. وبيضطر المحقق انه يأجل التحقيق لان اعصاب أوين كانت تعبانة جدا. بيرجع أوين على البيت بعد كده وبيتفاجئ ببيلي وليلي وهما جايبين له عربية سبور وبيقولوا له ان دي هدية الفرح، لكن أوين بيدخل البيت من غير ما يدي اي رد فعل. وبالليل بتدخل عليه باركر وبتتكلم معاه وبتقوله انها حاسه ان حادثه السرقه لسه مأثره عليه، وانها حاسه ان تصرفاته كلها غريبه. فهو بيقرر يصارحها وبيقول لها ان هو شاكك ان ابوها وامها هم اللي ورا سرقه البنك بتاعه، لكن هي ما بتصدقهوش وبتتهمه بالجنون وبتمشي وبتسيبه. وتاني يوم الصبح بيخرج بيلي وليلي وهما معاهم شنطة من البيت وبيركبوا عربية أوين القديمة. وبيكون أوين في عربيته الجديدة ومقرر انه يراقبهم عشان يعرف هما رايحين فين. بيمشي وراهم فعلا، لكن بيلي بيكون واخد باله ان أوين ماشي وراه، فبيحاول يتوهه وفعلا بيقدر انه يهرب منه. لكن بيقدر أوين يعرف مكانهم ويوصل لهم، وبيشوف العربية وهي واقفة قدام قصر كبير، فبيقرر انه يدخل من الحديقة الخلفية وبينط فعلا ويستخبى ورا الشجر. في الوقت ده بيسمع أوين ريهان وهي بتتكلم مع بيلي وليلي، وبيعرف انها رئيسة عصابة وان هما كانوا شغالين معاها في سرقة البنوك، وان هي اللي كانت بتختار البنوك اللي هيسرقوها وهما كان عليهم ينفذوا، وانهم اختلفوا مع بعض زمان بسبب انها كانت طماعة وبتاخد الارباح كلها لنفسها، فسرقوا فلوس اخر عملية عملوها وهربوا. وبيعرف أوين ان بيلي وليلي هما فعلا اللي سرقوا البنك بتاعه، وده علشان يرجعوا الفلوس اللي سرقوها زمان من ريهان لما اكتشفت ان عندهم بنت اسمها باركر وعرفت مكانها وكانت بتهددهم انها هتقتلها. بيتصدم بيلي وليلي لما ريهان بتطلب منهم 5 مليون دولار كمان كتعويض عن تأخيرهم في سداد المبلغ، وبتطلب منهم يجيبوا لها الفلوس قبل فرح بنتهم اللي فاضل عليه أسبوع، وإلا هتقتلها يوم فرحها. بيتفزع أوين لما بيسمع الكلام ده وبياخد بعضه ويطلع يجري يدور على باركر عشان يحكي لها اللي حصل.
وهو في الطريق بيوقفوا المحقق روجر وبيقف يتكلم معاه، وبنفهم من كلامه ان المحقق شاكك ان اوين يكون شريك في سرقة البنك، وده بسبب معرفة المجرمين بكل التدابير الامنية الخاصة بالخزنة، وبيطلب منه انه يفتح له شنطة العربية علشان يفتشها. بيفتح اوين الشنطة بكل ثقة، لكنه بيتصدم لما بيلاقوا جواها حاجات بيستخدمها المجرمين في سرقة البنوك، ووقتها بيقبض عليه المحقق روجر عشان يحقق معاه. اوين بيقول للمحقق انه عارف ان حماه وحماته هما اللي ورا سرقة البنك، لكنه معهوش دليل قاطع، وانهم ضحكوا عليه عشان يعرفوا منه الباسورد والشفرة الصوتية. وقتها بيتفق المحقق مع اوين انه يركب تسجيل في هدومه، وده علشان يقدروا ياخدوا اعتراف صوتي من بيلي وليلي بيعترفوا فيه ان هما اللي سرقوا البنك. وتاني يوم بيروحوا سوا لمحل الحلويات علشان يختاروا تورتة الفرح، وفي الوقت ده بيكون المحقق روجر واقف بره على الباب بيسمع كل حاجة من خلال جهاز التصنت. بتدخل ريهان ورجالتها وبياخدوا باركر، وبتقول لهم انها غيرت الخطة وانها قررت تحتفظ بباركر معاها لحد ما يجيبوا لها الفلوس. وبتتصدم باركر لما بتعرف ان ابوها وامها فعلا تشكيل عصابي لسرقة البنوك. وفي الوقت ده بيكون المحقق روجر اللي واقف على الباب سامع كل اللي بيحصل جوه، فبيضرب النار على 2 من رجالة ريهان اللي واقفين على الباب، لكن هما كمان بيضربوا عليه النار، فبيضطر انه يستخبى وياخد ساتر. وبيحصل تبادل ضرب للنار جوه المحل ما بين رجالة ريهان وبيلي وليلي، لكنهم بيقدروا يخلصوا عليهم ويسيطروا على الموقف. لكن بتنجح ريهان انها تهرب ومعاها باركر من الباب الخلفي للمحل، وبيركبوا كلهم العربية وبيهربوا لمكان بعيد. وبعد ما بيوصلوا بيقول لهم اوين ان هم دمروا حياته وحياة بنتهم باركر، لكن بيلي بيقول له انه سبب بعدهم عن بنتهم طول السنين اللي فاتت دي كان عشان يحموها. وبيعرفهم اوين انه سمع كل الحوار اللي دار ما بينهم وبين ريهان، وانه هيساعدهم يسرقوا بنك عشان يقدروا يرجعوا باركر. بيرجعوا على البيت وبيبدأوا يحطوا الخطة بتاعتهم، وبيقول لهم اوين انه هيساعدهم في سرقة بنك من البنكين اللي موجودين في المدينة. البنك الاول وهو بنك اطلس، وده سرقته صعبة جدا وشبه مستحيلة، بسبب ان مديرة البنك عاملة تدابير امنية صعبة وشديدة جدا صعب اي حد يتخطاها. وده بيخلي اوين يختار البنك التاني واللي اسمه بنك الاتحاد. والسبب اللي خلى اوين يختار البنك ده هو ان مدير البنك شخص كسول جدا، وده لانه ورث البنك اصلا عن باباه، وانه بيخلي عربية واحدة هي اللي تنقل الفلوس ما بين الفروع الثلاثة للبنك، وخطتهم هي انهم يسرقوا الفلوس من العربية دي. فبيقتنع بيلي وليلي بكلام اوين وبيقرروا انهم هيسرقوا البنك ده، لكن اوين بيطلب منهم انه عايز يشاركهم في الجريمة علشان يقدر ينقذ باركر، وبيطلب منهم يدوله مسدس، بس بيلي بيديله مسدس مية بدل المسدس الحقيقي. وتاني يوم بيروح اوين البنك وهو متنكر في شكل شخصية كرتونية، وليلي بتكون متنكرة في شكل ست حامل. اما بيلي فبيكون متنكر في هيئة عامل نظافة واقف برا البنك. واول ما بتوصل عربية الفلوس بينزل فرد الامن ومعاه الفلوس وبيدخل الخزنة في البنك. وقتها ليلي بتطلع المسدسات اللي معاها وبتضرب نار جوه البنك، فالناس كلها بتترعب وبتخاف وبتنزل على الارض. وقتها بيخرج فرد الامن من الخزنة وبتضربه ليلي وبتاخد كيس الفلوس اللي معاه، وبتلبس لبس افراد الامن الخاص بالبنك. وبيجي دور اوين اللي بيطلع مسدس المية اللي معاه وبيهدد الناس عشان محدش يتحرك. وبتخرج من البنك وبتقرب من عربية الفلوس وهي لابسة لبس افراد الامن وبتفتحها، وبتبدأ تاخد اكياس الفلوس وتديها لبيلي اللي بينقلها للعربية بتاعتهم. وقتها بيكون فرد الامن مش مركز ومش واخد باله من اللي بيحصل. وقتها بيفوق فرد الامن اللي كان جوه البنك وبيلاحظ التاني اللي في العربية اللي بيحصل، فبيرفع الاربعة اسلحتهم في وش بعض. وفي الوقت ده بيخرج اوين ومعاه المسدس بتاعه بيهدد افراد الامن ان هم يسيبوا الاسلحة بتاعتهم. وفعلا بيستجيب افراد الامن لاوين وبيسيبوا مسدساتهم على الارض، لكنهم بياخدوا بالهم ان اللي معاه مش مسدس حقيقي وانه مجرد مسدس ميه. فبيجري اوين وبيحاول يوصل لعربيه الفلوس وبياخد معاه بيلي وليلي، وبينجح ان هو يهرب بالعربيه بسرعه بعيد عن افراد الامن، لكنه بيخبط العربيه وبيختل توازنها، فاكياس الفلوس كلها بتتفتح وبتبدا الفلوس تطير. لكن بيقدر اوين يسيطر على العربيه من تاني، وبتظهر عربيات الشرطه على الطريق وبتبدا مطارده عنيفه ما بين اوين وعربيات الشرطه. في الوقت ده بيدخل اوين على المقابر وبيفضل ماشي باقصى سرعته طبعا، وكل ده الفلوس عماله تطير ووراه عربيات الشرطه. لكن عربيات الشرطه بتفضل تتقلب واحده ورا التانية، وبيقدر اوين انه يخلص من المطارده دي ويهرب منهم. لكن بيلي وليلي بيكونوا محبطين جدا، وده لان كل الفلوس اللي كانت في العربيه للاسف طارت. لكن اوين بيطمنهم وبيقول لهم ان هو عنده خطه بديله. وبيتخلصوا من عربية الفلوس وبيقف اوين يشرح لبيلي وليلي عن خطته الجديدة. وتاني يوم بيكون اوين في بنك اطلس في مقابلة مع مديرة البنك فيبي، وبيمثل عليها انه محبط وزعلان ان كل انظمة الحماية اللي عملها في البنك بتاعه فشلت، وبيطلب منها انها تعرفه عن انظمة حماية البنك بتاعها وتحاول تساعده وتعلمه ازاي يقدر يعمل نظام حماية قوي للبنك بتاعه زي اللي هي عاملاه للبنك بتاعها. فبتفضل فيبي تتباهى وتتفخر بنظام الحماية اللي هي عاملاه للبنك وقد ايه هو قوي واستحالة حد يقدر يعديه. وهنا بنفهم خطة اوين بان هو ناوي يعرف كل انظمة الحماية اللي هي عاملاها للبنك علشان يقدر يسرقه.
وبس كده. لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم واذا كان اوين هينجح فعلا انه يسرق البنك وينقذ باركر ولا لا، اتفرجوا على الفيلم واكتبولي اذا كان عجبكم ولا لا في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي.